تقولي انك هتبقي ام لناس زملائك، يعني انت في شد والدموع، وما شاء الله ازاي كان في الوقت ده زيرو ميك اب، وما شاء الله بالنظرات، يعني كان ليكي حاجات كتير قوي معبره عن سواء بقى قهره او عزيمه او تحدي بنظراتك يعني. وفي الوقت ده التلفزيون برضو كان ليه نمط كده في التصوير طبعا معين، مش طبعا زي دلوقتي، يعني طبعا كانت كلوزات كتير، كانت التفاصيل مختلفه عن دلوقتي، طبعا. والمشاهد السرعه مم. كانت المشاهد فيها تركيز. شهد والدموع ده لما جالك يعني فكرتي في ايه؟ لان مراحله كانت متطوره، وانا شايفه ان انت كنت اصغر من التطور اللي بيحصل له في المراحل. هو اصلا كان 22 حلقه، ما كانش بس جزء اول وجزء تاني. اه. اول ما جاني المسلسل كنت انا في الحقيقه في اليونان، كنت بصور مسلسل كان انتاج عمر الحريري، امم. الف رحمه ونور عليه يا رب. فلقيت الاستاذ احمد الجزيري، الله يرحمه كلهم، الله يرحمهم يا يا رب رب واحسن الرحمه اليهم. لكل الاحداث. فلقيته اول ما شافني، انت فين؟ قلت له في ايه يا جزر؟ انا اتخضيت. اه. قلت له في ايه؟ قال لي اسماعيل عبد الحافظ قلب الدنيا عليكي. قلت له قلب عليا الدنيا انا ليه؟ قال لي في حته دين دور محدش هيلعبه في مصر الا انت. قلت له يا سلام، اشمعنى يعني؟ قال لي لا، دور خطير. قلت له طب وانت في المسلسل؟ قال لي ده انا عامل دور ابوكي، يا رب يجعله من نصيبك. فقلت له طيب ايه دور مين اللي يعني مين المؤلف ومين الممثلين قال لي بص يا ستي، انا ابوك ينفع ابقى ابوكي؟ قلت له ده انت عايز الطلب، ده انت احلى اب في الدنيا بعد ابويا طبعا اه. يعني الله يرحمه. فقال لي دور حلو قوي، يا رب انت هتخلصي امتى؟ قلت له يومين بالظبط او ثلاثه، او يمكن اخلص بكره حسب يعني. امم. قال لي طب اول ما تخلصي، راح كاتب لي تليفون اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، وقال لي اول ما تنزلي تكلميه لانه قلب الدنيا عليكي. ما كنتيش اشتغلتي معاه قبل كده في التلفزيون؟ لا اه، يعني ما خالص. تصادفتوش، ومع لا لا. ذلك هو مصر عليكي وبيدور عليكي. هو بصي قال لك دي الشخصيه اللي تلعبها عفاف شعيب. شوفي كان في الحقيقه كان كل المخرجين والكتاب يقول لك ايه، مفيش مجامله، اه. الدور ده تلعبه فردوس عبد الحميد مفيش غيرها، امم. الدور ده بتاع عفاف شعيب، الدور ده تلعبه بوسي، الدور ده امم. تلعبه صفاء ابو السعود. مفيش المجاملات بقى. مفيش ولا شله بشتغل معاها لا لا ولا لا لا المجموعه دي لا، بستريح بدليل انه وياها؟ قعد مستنيني شهرين بيدور عليا. شهرين بيدور عليكي عشان بيدور عليا مش الاستاذ شايف اسماعيل عبد غيرك الحافظ، ايوه، في المسلسل. علشان اعمل الدور، وانا مسافره وانا بصور بره امم. مصر. فكون ان هو يستناني كل دي على عيني وراسي يعني، فكانت اه. حاجه بالنسبه لي شيء عظيم يعني. توقعتي النجاح الجزء الاولاني ده، المباراه ما بين بصي نوال ابو الفتوح ويوسف شعبان وكان انا قريت الجندي على الورق المسلسل 22 حلقه قريتهم في ليله. في ليله. اه. ما بقتش قادره اقول ايه الحوار الجميل ده، ايه امم. اسامه انور عكاشه ده، ايه انا عمري ما، لا لا قريت كتير طبعا، وعملت طب حاجات حلوه كتير، وافواه وارانب وحاجات ودارت الايام ومسلسلات جميله وكتاب كبار يعني، بهاء الدين ابراهيم وسمير عبد العظيم، مش فاكره يعني، كان حاجات حلوه وليها قيمه. فلما لقيت المسلسل ده قلت ايه ده، لا لا لا. تاني يوم الصبح ما بقتش عارفه انام، خلاص عايزه اكلم اسماعيل عبد الحافظ. اه. قلت له استاذ اسماعيل انا موافقه. قال لي بجد؟ قلت له ايوه، حد يقدر يقول لا؟ قال لي على بركه الله، ابعت لك بقى مدير الانتاج امتى؟ امم. قلت له اللي يعجبك. قال لي خلاص، فوقي كده واشربي قهوتك، افطري واشربي قهوتك، وابعت لك مدير الانتاج. كان علاء الغيطاني، كان من احسن مدير الانتاج وقتها، كان هايل. اه. المهم فجاني فعلا علاء الغيطاني، والله العظيم ولا سالت على الاجر كام ولا على اي حاجه، انا همني الدور فعلا ما فيش الاجر قد ايه، الاسم في الافيش، خالص. انت دلوقتي شايله مسلسلات في دول عربيه مثلا، هبقى لا مين لا 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 الاول لا لا, ومين لا. فيش الكلام ده. ما اتكلمتش خالص على اجر ولا اي ولا اسم ولا بتاع ولا اي حاجه. الحقيقه الفنانين عظام مش بالكلام، عظام بالافعال، لان نتيجه لحبهم للفن ده اللي خلى اعمالهم خالده.